سكالبترا، اوليديا، ريتش، راديس، كل دي اسامي ابر جديده سمعنا عنها الفتره الاخيره وانتشرت جدا. كل المجموعه دي بتندرج تحت نوع معين من الحقن اسمه بايو ستيميليتورز. الحقن دي مش بتملى سبيس او مش بتملى تجويف معين موجود في وشنا، لكن هي دورها الاساسي هو بناء وتحفيز للكولاجين. تقدر ان هي فعلا تبني جلد جديد صحي مشدود وتوصل جلدنا لمراحل كويسه جدا. دي بنحقنها على فترات طويله، التاثير بتاعها بيبان خلال شهور وبيقعد كمان بعد فتره طويله، ممكن ان احنا نكررها بعد كده بعد سنه سنتين، وفعلا بتبقى من اقوى محفزات الكولاجين. بس الفكره ان احنا نختار لها ونحدد لها الحاله المناسبه ليها اللي هتقدر فعلا تستفيد منها. يعني لو انا عندي في الاول مشاكل معينه محتاجه ان هي تتصلح بالفيلر، يبقى هعملها الاول عشان اشوف نتيجه كويسه، وابقى فاهمه كمان ان النتيجه بتاعتها ما بتبقاش انستنت او فوريه، هو وقت الحقن نفسه عشان احنا حقنا الماده نفسها ممكن اشوف تاثير في لحظتها، بس ده هيروح خلال ايام لان ده بيبقى السائل بتاع الحقن نفسه. الفكره كلها في المواد الفعاله اللي موجوده فيها، سواء كانت البولي ال لاكتيك اسيد زي الموجوده في السكالبتر او الاوليديا، او الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت الموجود في الراديس. المواد دي هي اللي بتقدر فعلا ان هي تحفز الكولاجين وتبني كولاجين جديد وتوصلني نتائج ممتازه لما اوظفها في الحاله بتاعتها.